اول حاجه القلب نشيل القطعه اللي فوق دي، الجزء اللي فوق كله يتشال ويتفتح كده، واي حاجه فيها غامقه نشيلها، اي تكتلات دم نشيلها ويبقى بالشكل ده. كمان الكبده بتبقى فيها عروق دم لازم نشيلها. هقطع كده الكبده جزئين، واي عروق دم اشيلها بالشكل ده، تطلع معاكي بسهوله. اغسل بقى الكبده كويس جدا بالليمون والخل واشطفها بعد كده مرتين 3 عشان نشيل منها اي زفاره. انا قطعتها وسط، ولا كبيره ولا صغيره. بعد كده بقى معايا بصل صغير اللي هو البصل القورمه، تقدري تستخدمي الاحمر او الابيض. كام بصلايه كده تخلي الاكل مسكر وطعمه جميل جدا. تعالوا نشوف بقى هنعمله ازاي. هقشره الاول وبعد كده هغسله بالشكل ده كده. كمان معايا فلفلايه رومي وفلفل حامي، تقدروا تستغنوا عن الفلفل الحامي وتحطوا 2 رومي. كل الخطوات دي بتفرق جدا في طعم الحاجة في الاخر، وبجد طعم الكبدة هيبقى تحفة معاكي. هقطع بقى الفلفل الرومي لقطع صغيرة زي كده، تقدري تكبري او تصغري زي ما تحبي. ممكن كمان تحطي فلفل الوان اصفر او احمر، بس مش هنضيف طماطم على الكبدة. اقطع كمان قرن فلفل حامي. بعد كده بقى معايا طاسة او حلة على النار، هحط فيها شوية من الزيت وانزل بالبصل واغطيه كده عشان اي طرطشة في الزيت. بعد ما ياخد تشويحة كده في الزيت انزل بالكبدة. الكبدة انا غسلها كويس جدا ومصفياها من اي مية تكون فيها، هي لما نحطها في الزيت هتنزل ميتها، بس اهم حاجة مية الغسيل بتاعت الكبدة نصفيها كويس عشان ما يجيلناش منها اي زفارة. مش هقلبها بقى لحد ما تاخد لون كده تغير لونها، بعد كده اقلبها. اول ما تغير لونها بقى اقلبها بالشكل ده. انا لسه ما حطيتش فيها اي توابل، هقلبها تقليبه كده. احط التوابل بقى، بهارات اللحمه والسبع بهارات، واحط كمان كمون وملح وفلفل اسود كزبره. التوابل دي مع بعض هتدي طعم خطير للكبده، طعمها حلو جدا. اقلبها بقى تقليبه. بصوا هي نزلت ميتها ازاي، واغطيها واخليها تستوي. بعد بقى ما استوت هضيف عليها معلقة صغيرة من الثوم المفروم، واحط كمان عليها الفلفل، وهسيبها بس 3 دقايق كده واقفل عليها. عايزة اقول لكم بقى الصوص ده اللي في الكبدة طعمه خطير، طعمه حلو جدا. البصل بقى مع الفلفل وفص الثوم اللي احنا حطيناه خلوا الريحة بجد رهيبة. تعالوا بقى نعمل معاها بتنجان مشوي. هحط كده البتنجانية على النار، دي واحدة بس كبيرة هتعمل معانا كمية حلوة. اشويها كده من كل الجوانب، وهعرف ان هي استوت لما تنزل سائل كده، هتبقى خلاص استوت معايا. اشيلها بقى من على النار، هحطها في طبق مية كده تبرد شوية عشان اعرف اقشرها. بعد ما قفلت بقى على الكبدة اديها كده عصرة ليمون. خلاص كده الكبدة جاهزة معايا، ريحتها وطعمها بجد رهيب، والصوص اللي فيها ده والبصل مع الفلفل. احلى طريقة للكبدة ممكن تجربوها. بعد كده بقى معايا البتنجانة خلاص بردت، اقشرها بقى تتقشر معايا بسهولة بالشكل ده. في ناس بتحب تهرس البتنجان كده بالشوكة، وفي كمان ممكن نعمله بالهاند بلندر. بعد ما اقشره بقى
هوريك هنعمله ازاي عشان يطلع طعمه لذيذ جدا. هحطه بقى في الخلاط. دي احلى طريقة ممكن تعملوا بيها البتنجان، بس لو بتحبوه تحسوا بطعم البتنجان كده قطع يعني ممكن تهرسوه بالشوكة عادي. حطيت بقى عليه الطحينة، بتنجان طبعا لازم طحينة كتير. حطيت كمان عليه ليمون وفلفل رومي وفص من الثوم المفروم وشوية من الخل وشوية من الزيت. هحط بقى الكمون والملح. اضرب بقى كل ده مع بعض في الخلاط لحد ما يجيلي بقى بالشكل ده. عايزه اقول لكم بجد طعمه بيبقى رهيب. احنا بنحبه بالطريقه دي جدا، وخصوصا كمان لو في اطفال هياكلوا البتنجان وهيحبوه قوي. نحط بقى سنه شطه صغيره كده. عملت معاها كمان لسان عصفور، ممكن تعملي جنبها مكرونه بالصلصه او مكرونه محمره. عايزه اقول لكم بقى الكبده طعمها لذيذ جدا وريحتها تحفه. عيش بقى صابح كده، عيش طازه، نحط بقى فيه شويه من البتنجان. لو عندك بقى كمان خس او جرجير نحط بقى كمان عليه شويه من الكبده مع البصل والفلفل. سندوتش بجد تحفه. هتعملي بقى السندوتش الخطير ده، طعمها لذيذ جدا. بصوا بقى الحلاوه. جربوا بقى الطريقه دي، متاكده ان هي هتعجبكم جدا. لازم تجربوها، طعمها لذيذ بشكل مش طبيعي. ما تنسوش تحطوا لي لايك، لو لسه ما اشتركتوش في القناه تشتركوا، اكتبوا لي تعليق ولو بحرف عشان يوصل لكم كل فيديو جديد هنزله.